فمد البدل هكذا: الكلمة أصلها أأمنوا، وأصلها إئمانا، وأصلها أؤتوا. حرف المد هنا كان أصله همزة ساكنة، وبعدين عشان تبقى سهلة عليا وانطقها أبدلت من جنس حركة ما قبلها. فإئمانا الهمزة ساكنة وقبلها كسرة، والكسرة يناسبها الياء فقلنا إيمانا. وأأمنوا قلنا آمنوا، وأؤتوا قلنا أوتوا، فده اسمه مد بدل. طب ده فرق إيه يا عم الشيخ؟ مد البدل لكل القراء حكمه القصر حركتان، إلا الإمام ورش رضي الله عنه. طبعا قارئ ومقرئ مصر الأول في زمانه. ورش يمده حركتين وأربعة وستة، يعني يجوز فيه له فيه الحركتان والأربعة والستة. ولكن احنا بنقرأ برواية الإمام حفص، فهنعامل المد البدل ده كأنه مد طبيعي، ماليش علاقة بمين الحرف اللي قبل حرف المد، ماليش علاقة ان هو الهمزة. انا اللي ابص ده ألف، والألف ده قبله فتحة، يبقى هقول آمنوا بمقدار حركتين، هقول إيمانا بمقدار حركتين برضه، هقول أوتوا بمقدار حركتين. طب انت جبتهن ليه يا شيخ؟ طالما معظم القراء، عشان لما تسمع حد بيمده تبقى عارف والله ان اللي بيمد مد البدل ده يبقى لا يقرأ الا الورش رضي الله عنه. يبقى مد البدل مغير انا مكان المد مع الهمزه الاول وبعدين حرف المد، سواء كانت الهمزه بعدها الف او بعدها ياء او بعدها واو. حكمه ايه؟ حكم القصر لكل القراء الا للامام عثمان بن سعيد الملقب بالامام ورش رضي الله عنه. بيمدوا 2 وبيمدوا 4 وبيمدوا 6، وله تفصيلات في كتب القراءات لمن اراد ان يرجع. يبقى احنا اليوم اكملنا الغصن الثاني اللي هو غصن المد بسبب الهمزه. كان عندنا فيه 3 ثمار. الاولى المد المنفصل، يبقى المد في كلمه والهمزه في كلمه اخرى، هذا حكمه الجواز. الرواية التي نقرأها نحن يعني قد فيها طرق كثيرة، أصح الطرق أنها تمد 4 حركات، ولكن هناك طرق أخرى صحيحة أيضا يكون فيها القصر، ويكون في بعض الاختلافات عند القصر، يعني من الحديث عن السيناد أو إظهار يلهث ذلك في سورة الأعراف وغيرها مما هو منثور في كتب التجويد لمن أراد أن يرجع. يعني إذا وقفنا على الكلمة الأولى يبقى أنا مش همد مد منفصل. ما يلحق بالمد المنفصل هو مد الصلة الصغرى. بعد ذلك إذا وقعت الهمزة، وقعت الحرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة، ده اسمه مد متصل. يمد 4 حركات، قد تزاد إلى 5 إذا وقفت على كلمة فيها مد منفصل كانت الهمزة آخر حرف في الكلمة، لك أن تزيد هذه ال5 إلى 6 حركات. بعد ذلك مد البدل، الهمزة موجودة وبعدها حرف المد سواء الألف أو الواو أو الياء. حكم القصر لكل القراء ما عدا الإمام ورش رضي الله عنه، له فيها القصر والتوسط والمد. أنهينا الغصن الثاني، إن شاء الله موعدنا في المرة القادمة مع الغصن الثالث.